بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة تالتة ثانوي، معاكم مستر خالد هاشم. النهاردة إن شاء الله أنا أشرح القصة اللي هي مكررة عليكم، Great Expectations، الآمال أو التوقعات العظيمة المنتظرة. القصة ديت بتجيلك في الامتحان عبارة عن سؤالين اتنين بس. الأسئلة بتاعت القصة ديت مش بتيجي دايركت، لازم تكون لفة شوية وإن دايركت، يعني بتبقى عاوزة شوية فهم. عشان كده انت لازم تعرف ايه الأحداث، لازم تفهمها ماشية ازاي والزوايا بتاعتها ماشية ازاي. القصة دي قبل ما نبدأ فيها ونشرح اللي حصل فيها لازم نقولك ان احنا عندنا نوت في key vocabulary، المفردات الأساسية اللي موجودة في الشابتر نمبر 1، وكمان عندنا الفيربس اوف شابتر 1. يعني جايب لك المفردات اللي هي الكلمات اللي هي بتاعت الخاصة نمبر 1 اللي هي المهمة، وكمان الافعال اللي انت هتستخدمها في الشابتر نمبر 1 ديت هتبقى قدامك. الكي vocabularies and verbs of chapter 1. القصه ديت طبعا معروف ان كتبها تشارلز ديكنز. نبدا بشابتر 1. بيقول a convict on the marshes. a convict on the marshes اللي هو مقابله مجرم هارب في المستنقعات. طب المجرم characters of chapter 1، شخصيات فقط لا غير بتاعت تشابتر نمبر 1. بيب a 7-year orphan، يتيم عنده 7 سنوات في بداية القصة. the narrator، الراوي بتاع القصة. protagonist اللي هو البطل بتاع القصة برضه. مستر جو the village blacksmith، الحداد بتاع القرية كلها. and he was so kind man، كان رجل طيب جدا. Mrs. جو بيب's elder sister، أخت بيب الكبيرة. مستر جوز wife، وزوجة في نفس الوقت مستر جو. the convict، المجرم الهارب. one that escaped from the prison ships، واحد من اللي هربوا من البريزون شيبس. and he threatened، وهدد بيب to get him، انه يجيب له a file، مبرد حدادة، and food، وطعام. the second convict اللي هو المجرم الهارب التاني، يبقى الاتنين كده دولت هربوا من prison ships. one that escaped from the prison ships too أيضا، لكن البوليس هيقبضوا عليهم هما الاتنين. دي بالنسبة للكاركترز of chapter 1. the places of chapter 1، نلاحظ بقى كده مع بعض كده الأماكن اللي هي بتاعت chapter 1. the Joe's house، منزل مستر جو، اللي هو بنقول العائلة كلها، لأن أي اسم لو ده حطيت له ذا قبل الاسم وحرف اس بعد الاسم بيديني الجمع بتاع العائلة ديت. the Joe's house. تاني مكان مستر جوز فورج، اللي هو الحدادة، ورشة الحدادة بتاعت مستر جو. the prison ships، سفن اللي هي على شكل سجون، أو السجون اللي على شكل سفن. the graveyard، اللي هي الجريفيارد اللي هي المنطقة المحاطة بالمقابر. the marshes، المستنقعات، وأماكن قذرة كانت موجودين فيها. وناخد بالنا كمان إن في تشابتر 1 التلات أماكن دولت اللي هم ذا مارشز وذا جريفيارد وبريزون شيبس موجودين التلاتة قريبين من بعض جدا جدا، والتلاتة قريبين من الفيلج، القرية اللي كان ساكن فيها بيب، لكن يعني بعيد مثلا 20 ميل أو حاجة من الحاجات ديت. ننتقل مع بعض على مين incidents، الأحداث اللي هي المهمة جدا. أنا مقسمهم لحاجتين، preamble and climax. preamble معناها الأحداث اللي بنمهد بيها الفصل، والكلايمكس معناها ذروة الأحداث. نبدأ مع بعض preamble. number 1. Pip is the narrator and the protagonist of Great Expectations. بيب دوت كان narrator الراوي، protagonist البطل الدرامي بتاع Great Expectations، التوقعات العظيمة. Pip's real name was Philip Prep. الاسم الحقيقي بتاع بيب كان اسمه فيليب بريب، لكن ايه المشكلة؟ he couldn't say them correctly. بيب ما كانش قادر يقول الكلمتين دولت correctly بالطريقة السليمة، ما قدرش يقول فيليب بريب. when he was so young، لما كان صغير جدا. he said، لكن هو قال ايه؟ بيب instead، لكن هو قال بيب بدل من الكلمتين دولت، بدل ما يقول فيليب بريب قال بيب. فمن ساعتها he was called بيب، هو أدعى أو سمي بيب. Pip's parents, sisters and brothers 6 all died.
parents والديه وأخواته البنات والصبيان all died كلهم ماتوا except his elder sister ما عدا أخته اللي هي الكبيرة Mrs. Joe who brought him up اللي هي ربته with her husband مع جوزها اللي هو طبعا مستر جو. مين مستر جو؟ زي ما قلنا the village blacksmith. Mrs. Joe was always furious with Pep كانت دايما حانقة يعني غضبانة من بيب. but Mr. Joe was so kind to him لكن مستر جو كان طيب جدا جدا معاه as a real أو real friend. كلمة real تنطق real برضو friend صديق حقيقي. Pep worked for Mr. Joe as apprentice. بيب دوت worked for اشتغل عند مستر جو كإيه بقى as an apprentice قصبي حداد in his forge في القرية في الحدادة بتاعت ورشة الحدادة. Mrs. Joe always hated being like a mother for Pep. Mrs. Joe ديت كانت دايما كارهة انها بتكون a mother لبيب. She never compensated his mother's role. أبدا عوضته عن دور الأم ليه هو. Mrs. Joe always hated being a wife. وكمان مش كده ده كمان Mrs. Joe كانت كارهة انها تكون زوجة to a poor blacksmith لحداد فقير. Number 7 Mrs. Joe used to beat Pep. Mrs. Joe كانت متعودة انها تضرب بيب and sometimes وأحيانا مستر جو too أيضا. طبعا مستر جو كان ممكن يضربها لكن هو عشان so kind ودايما بيقول انها fine lady انها سيدة كويسة. ده كان رأيه فيها يعني ان هو so kind طيب. المشكلة بتاعته ان هو كان طيب جدا. Number 8 Pep couldn't remember his parents' features. بيب ده ما كانش قادر يفتكر his parents' features اللي هي ملامح والديه. ليه يا ترى؟ because they died when he was so young برضو لما هو كان صغير جدا جدا وهم ماتوا. Christmas Eve في عيد الميلاد Mrs. Joe invited their friends دعت أصدقائهم and made a meat pie وعملت لهم فطيرة باللحمة كيك and prepared وجهزت drinks مشروبات. Number 10 sorry. On Christmas Eve Pep visited his parents' graves. في الكريسماس إيف دوت بيب راح عشان يزور مقابر والديه on the marshes على المارشز المستنقعات near the prison ships. وزي ما قلنا قبل كده التلاتة جنب بعض graves والمارشز والprison ships to relieve his sadness علشان يريح أحزانه. On Christmas Eve the Jews عائلة جو كلها heard a gun's warning سمعوا التحذير بواسطة بنادق by the prison guards. مين اللي عمل كده؟ اللي هم الجاردز بتوع البريزون حراس السجن. which meant ده كان بيعني ايه؟ يعني ان that a convict في هارب مجرم هارب must have escaped أكيد هرب. ودوت كانت اللي هو البريامبل بيمهدنا للأحداث اللي هي الكلايمكس ذروة الأحداث. نبدأ مع بعض الكلايمكس ذروة الأحداث. On visiting his parents' graves بزيارة بيب دوت للجريفز المقابر بيب heard a terrible voice. هنا بقى سمع الصوت terrible بشع by a man بواسطة رجل صوته جامد كده in rough grey clothes مش كده بس كان لابس ملابس رمادية رف خشنة and a rag وكان كمان لابس على راسه on his head لابس راج يعني قماشة كده مهلهلة مقطعة. ديت أول حاجة لما راح هناك سمعها. that man was a convict. المشكلة هنا المان ده اللي نادى على بيب وخاف منه بيب كان convict اللي هو الهارب من prison ships who ran away from the prison ships. اللي هو الهارب ده اللي هو هرب من المجرم ده اللي هو هرب من prison ships. هنا ناخد ديالوج الحوار اللي حصل ما بين الكونفكت ده وما بين بيب. الكونفكت بيقول له ايه؟ hold your noise. كلمة hold your noise زي ما هنشرح كده اهوت موجودين في حاجة اسمها كومنتس. الكومنتس دي مهمة جدا لازم تقراها برضو. هيكون معنا hold your noise يعني stop talking stop moving توقف عن الحركة أو الكلام يعني stop hold stop. keep still كلمة keep still يعني اثبت. your little devil أيها الشيطان الصغير
الكونفكت يقصد هنا بديفل أيها الولد، يعني أيها الولد الصغير، بس بيشبهه إن هو ديفل يعني. or I'll cut your throat، لما أنا هقطع زورك اللي هي رقبتك، يعني أنا هقطع رقبتك، يعني في معناه أنا هقتلك، لو اتحركت أنا هقتلك. بيب طبعا عشان 7 years old، عنده 7 سنوات، فكان خاف قوي، فان هو قال له ايه، بيب رد عليه قال له don't cut my throat، يعني ما تقطعش رقبتي، ما تقدرش زوري، يعني don't kill me، معناها كده. pray هنا معناها please I beg you، اتوسل اليك. don't do it، الا تفعل ذلك، يعني don't kill me. ده الديالوج اللي دار ما بين بيب والكونفكت. نمبر 3 بقى هنا بعد كده حصل ايه. the convict asked بيب to get him a file. الكونفكت طلب من بيب ان هو يجيب له فايل اند فود. قال له جيب لي فايل اند فود. ليه؟ وش معنى طلب من بيب الكلام دوت؟ اقرا مع بعض كده. after knowing، بعد ما عرفته that Pip was living near the marshes، ان بيب دوت كان عايش قريب من القرية بتاعته، near قريبة من marshes، and his sister's husband، وزوج اخته was the village blacksmith، كان الحداد بتاع القرية. ونشوف الديالوج كده مع بعض اللي حصل ما بين برضو الكونفكت وبيب بعد ما عرف الحاجات ديت عن بيب. كونفكت بيقول له ايه، get me a file، ولد هات لي a file and get me food، وهات لي طعام، or I'll have your heart and liver out، لما انا هخرج قلبك وكبدك من جسمك. bring them to me there، جيبهم لي هناك يقصد بيها مين؟ قريب من المارشز. tomorrow morning، وبكره الصبح تجيب لي الحاجات ديت. don't say، وكمل كلامه بيقول له don't say a word، اوعى تقول كلمة about me، عني، or your heart and your liver shall be roasted and ate. لا إما قلبك طبعا والكبد بتاعك أنا هحمرهم and eat، وهاكلهم. eat طبعا هنا التكست بوك بيقول إنها eat، المفروض eaten، بس علشان الكونفكت دوت جاهل فالمفروض يكون eaten، فهو جابها هنا eat. بيب لما سمع الكلام ده كله من كونفكت رد عليه قال له I'll get the file I promise to get the food، أنا هجيب لك الفايل وأنا وعدك إن أنا هجيب لك الإيه الفود. طيب حصل هنا إيه؟ حصل هنا لك ستوب، هنا نفكر مع بعض شوية. بارادوكس، كلمة بارادوكس هنا صراع نفسي متناقض داخل بيب. إزاي يعني؟ بيب would feel guilty، بيب دوت هيشعر guilty اللي هو مذنب if he stole مستر جو's file and food. طب لو سرق الفود والفايل بتاع مستر جو، وفي الحالة ده هيحصل داخل بيب ايه؟ هيشعر ان هو guilty because he made a great guilt، عمل ذنب جامد قوي في مين؟ في مستر جو. ليه بقى؟ the Joes were poor، اول حاجة ان عائلة جو كلها اللي هو مستر جو ومستر جو وهو كمان were poor، كانوا فقراء ما همش فلوس كتير، فموضوع الفايل والفود ده هيفرق معاهم. نمبر 2، بيب and مستر جو were close friends، الاتنين كانوا close friends، كلمة close friends يعني أصدقاء مقربين جدا. وما الصراع النفسي ده أدى إلى إيه؟ however إلا أن، ولكن he promised the convict. طب وفي مشكلة إن هو إدى للconvict دوت promise، وعد اللي هو يجيب له الفود. تاني حاجة the convict seemed in bad condition needing help، الكونفكت ده بدأ عليه ان هو in bad condition، حالته سيئة جدا، needing help في احتياج الى مساعدة. كل دوت حس بيه بيب من ناحية الايه، بالرغم انه كان خايف منه جدا لكن برضه صعب عليه sympathy، ده حصل له sympathy اللي هو العاطفة اتجاه towards the victim. نمبر 3، بيب was scared. تالت حاجة اللي خلت بيب يفكر تاني، هو كان سكيرد زي ما قلنا وكان ولد صغير. that the convict would look for him، ان الكونفكت ده هيدور عليه to kill him عشان يقتله، ده اللي جه في دماغ بيب. طب النتيجة اللي وصل لها بالرغم من البارادوكس دوت الصراع النفسي اللي داخل، لكن anyhow، ولكن على أي حال إلا أن بيب عمل إيه؟ بيب decided to steal the file، قرر إنه يسرق الفايل and the food for the convict. بدأ إنه هو يفكر إنه يسرق الفايل والفود لكونفكت بالنسبة للراجل الكونفكت الهارب. ده القرار اللي وصل له بيب.
بيب hurried back Joe's house terrified. طبعا كل الكلام ده كان بيحصل، بالبارادوكس ده كان بيحصله وهو بيجري في الطريق وبرضه لما روح البيت. طب هو عمل مصيبة. المصيبة ان هو بقى ايه؟ while the Jews were preparing for the Christmas day، while بينما the Jews العائلة جوز كلها كلها عاملين يحضروا للكريسماس داي بقى، اليوم اللي هو بعد اليوم بتاع كريسماس ايف، they heard another warning by the prison ships. سمعوا تحذير آخر من البريزون شيبس، برضو by the prison guards، بواسطة حراس السجن. that means ده يعني ايه؟ that another convict must have run away. دوت يعني ان في هارب تاني، مجرم تاني، مسجون تاني هرب من السجن. نمبر 6 at dawn، في الفجرية بيب stole the file، بيب سرق الفايل، the food الطعام and a drink، وكمان مش كده بس، وسرق له درينك مشروب for the convict. نمبر 7 on the marshes، وهو لما راح بقى هناك راح المارشز، بيب ميت ذا سكند كونفكت. هو بيب رايح للكونفكت اللي هو قبل الاولاني، لكن لقى الكونفكت التاني سكند كونفكت، هو ران اواي اون سينج بيب. هو شخط في بيب، الكونفكت التاني ده شخط في بيب، وبعدين ذن ران اواي، جري من قدام بيب، هرب من قدام بيب. نمبر 8 the convict thanked بيب. الكونفكت دوت شكر بيب for everything and his promise. الكونفكت الاولاني دوت اللي هو بتاع بيب، لما لقى الفود ولقى الفايل thanked بيب، شكر بيب، قال له thank you for everything، على كل حاجه انت جبتها له، الفايل والدرينك والفود and his promise، والوعد بتاع بيب لما وعده ان هو يجيب له الحاجات دي. نمبر 9 Pep left the marshes quickly while the convict was busy breaking his leg irons off by the fire. بيب دوت لفت ترك ذا مارشز، المارشز كويكلي بسرعة. ليه بقى؟ لأن كان الكونفكت بعد ما كل وشرب انشغل في ايه بقى؟ breaking off his leg irons، بدأ يفك الحديد بتاع رجليه دوت، الأصفاد اللي هو عاملها اللي موجودة في رجليه. Pep was afraid that Mr. Joe would discover about his fire. بيب طبعا كان خايف ان هو مستر جو يكتشف عن الفايل بتاعه، and his sister واخته كمان اللي هي مستر جو would discover about her pork pie، وكمان تكتشف عن البورك باي. دي كانت الاحداث المهمه جدا اللي هي كانت في تشابتر نمبر 1. ناخد حاجه اسمها كومنتس يعني التعليقات اللي هي كانت بتتم بين الهيروز او الكاركترز بتاعت التشابتر نمبر 1. اول حاجه لازم نعرفها حاجه اسمها Great Expectations، ده اسم النوفل كلها، الروايه كلها. Great Expectations، التوقعات العظيمه، الامال، الامنيات الرهيبه اللي هو بيب كان بيتوقعها في حياته. نقدر نقول عليه hopes that are expected to come true. كلمه come true معناها تتحقق. Prison ships، السفن كسجون للمجرمين، اللي هي ships as prisons for criminals. نمبر 3 hold your noise، زي ما قلنا لما الكونفكت قال لبيب don't speak cry or move، لا تتكلم، لا تصرخ، لا تتحرك. كلمة hold your noise دي معناها كده. jump out of his skin، يعني بالعربي كده زي ما بنقول كده الولد ده مات في جلده، مات من جلده من الخوف زي ما بنقول حتى بالعربي يعني. suddenly felt so scared، suddenly فجأة felt شعر so scared. keep still you little devil or I'll cut your throat. اثبت أيها الشيطان الولد، اللي هو الشيطان الولد الصغير، لإما قطعتك. don't move or I will slay or kill you. لإما أنا I will slay معناها يذبح أو kill you. pray معناها beg أتوسل إليك. don't do it يعني don't kill me. number 7 I'll get your heart and liver out، دي معناها I'll get your heart and liver out of your body، أخرج لك جسمك، أخرج لك الكبد بتاعك وقلبك من جسمك، يعني في معنى I'll kill you. number 8 she had brought me up by hand، هي ربتني بالعصاية. هي مين؟ مسز جو، ربت بيب بالإيد وبالعصاية. مسز جو brought بيب up by beating يعني ضربه، by her hand لما بإيديها، لما by تكلر ديت كانت العصاية، اسم العصاية اللي بتضرب بيها بيب، كانت مخبيها دايما في البيت، لأي حاجة غلط يعملها تضربه بيها.
نمبر 9 ذا كريسماس ايف. ايه كريسماس ايف دوت؟ معناها عشية عيد الميلاد. يعني ايه عشية عيد الميلاد؟ ذا داي بيفور كريسماس داي، اللي هو اليوم اللي هو قبل كريسماس داي 24 ديسمبر. نمبر 10 I didn't want to look after you. أنا مش عاوز أعتني بيك ولا أهتم بيك. It's bad enough being a blacksmith's wife. يعني كوني لنا أكون نكون زوجة لبلاك سميث دوت يكافي جدا جدا، خاصة إنه فقير. I never asked to be your mother. مش ممكن أطلب إن أنا أكون أمك. Mrs. جو hated being a mother. Mrs. جو دي كانت دايما hated كره إنها تكون أم البيب and also wife to a poor blacksmith. الأسئلة زي ما اتفقنا كده إنها بتجيلك indirect way، بطريقة غير مباشرة. فمش هيسألك بيب عمل ايه وراح فين والكلام دوت، لا، هيلف لك الأسئلة. Why do you think، ودايما بيجي السؤال دوت why do you think، لماذا أنت تعتقد the convict let بيب leave safely. ليه تعتقد إن الكونفيكت دوت ترك بيب إنه يترك المكان لتاني مرة لما راح له تاني مرة safely بأمان؟ أول حاجة the convict was busy breaking his leg، كان مشغول في فك رجليه من الحديد to leave the marshes، يعني يهرب من المارشز. تاني حاجة بيب kept his promise، بيب حافظ على الوعد بتاعه and got him the food and fire. Number 3 بيب didn't tell anybody about him. بيب ما قالش لأي شخص عن هذا المجرم. that made him trust بيب، وده اللي خلاه بيثق في بيب. السؤال نمبر 2 مستر جو was a good natured man. مستر جو كان طيب بطبيعته. discuss، ناقش. شوف الأسئلة جاية ازاي، مش بطريقة مباشرة. انت فهمت ايه عن شخصية مستر جو عندك ما يدل على كده. نمبر 1 he brought Pip up in his house. هو طبعا أخو مراته فممكن ما يهتمش بيه، لكن هو رباه in his house and became close friends. وزي became وهم أصبحوا close friends، أصدقاء مقربين أكتر من أخته كمان. he let Pip be his apprentice in his forge. خلى بيب طبعا الصبي بتاعه في الفورج. he treated Pip well، تعامل مع بيب بطريقة كويسة. he defended Pip against his wild sister، وكمان كان بيدافع عن بيب against ضد his wild sister أخته المتوحشة، لأن كانت مستر جو كرول شوية بالنسبة لبيب. نمبر 3 مستر جو was an incredible coincidence for the convict. تاني، مستر جو was an incredible coincidence. كانت مستر جو ده كانت مصادفة رائعة، مصادفة مذهلة بالنسبة للكونفكت. يعني مستر جو ده ما كانش الكونفكت متوقع أبدا إن مستر جو دوت يكون بلاك سميث. يا ترى ليه؟ مستر جو was a village blacksmith who had the tools، اللي هو عنده الأدوات which would break off his leg، اللي كانت تحطم his leg irons، اللي هو الحديد أو الأصفاد الموجود في رجل الكونفكت to enable him to escape، عشان تمكنه إنه يهرب. شوف السؤال جاي بطريقة إزاي. Why do you think that Mrs. Joe was always furious؟ لماذا تعتقد إن هي كانت دايما غاضبة with Pip and her husband؟ She didn't like the idea of being a mother for Pip. هي ما كانتش حابة الفكرة اللي هي تكون أم بديلة لبيب. or a wife for a poor blacksmith، أو تكون زوجة لبلاكسميث فقير. Why do you think that prison guards fired، أطلقوا النار guns twice، مرتين، مش مرة واحدة، مرتين. two warnings to the villagers، عشان two warnings تحذيرين 2 to the villagers للقرويين. the two convicts، إن في هناك هاربين could run away، قدروا يهربوا from the prison ships. Number 6 how did the convict feel when Pip told him about the second convict؟ لما راح هناك المارشز بيب قابل السجين التاني اللي هو اللي هرب تاني، فقال للكونفكت بتاعه اللي انا شفت كونفكت تاني الناحية التانية. حصل ايه بقى؟ ده معنى السؤال كده يعني. he seemed furious، الكونفكت بتاع بيب seemed بدأ عليه اللي هو furious غاضب and grabbed، شد بيب to show him the way يرننته، وعشان يوري له الطريق اللي هو هرب إليه. Question number 7 Pip passed a critical childhood restraint.
بيب هنا مر بتشيلد هود، طفولة صعبة جدا. وضح أو فسر هذا. في 4 حاجات، ولو أنت عاوز تزود في المضمون يعني. All his family members، كل الأفراد بتاعت العيلة died except Mrs. Joe, so he was an orphan. عشان كده أصبح orphan. Mrs. Joe wasn't a good mother for him. تالت حاجة the Joes were poor، يعني اتربى في عيلة فقيرة. He worked as an apprentice، اشتغل كصبي for Mr. Joe. He had no proper education، ولم يحظى proper education يعني تعليم مناسب، تعليم جيد، proper ملائم. Number 8. Why do you think that Pip didn't tell Mr. Joe about the convict, the files, the food؟ ليه تعتقد ان بيب دوت خبى عن مستر جو عن موضوع الكونفكت والفايل والفود والكلام دوت كله؟ اول حاجه they were good friends، هما كانوا اصدقاء كويسين. he was afraid، بيب ده كان خايف that Mr. Joe would be angry with him، يكون غاضب منه. on the other hand، ومن ناحيه اخرى the Joes were poor، يعني هما كانوا فقراء فمحتاجين الفلوس زيت اكتر من الكونفكت. نمبر 9. in spite of being harsh to Pip helped the convict. سؤال مهم جدا. بالرغم من كونه هارش، يعني كلمة هارش فظيع أو يعني جامد، أسلوبه جامد وجاف بالنسبة بيب helped the convict، إلا إن بيب ساعده. show how، وضح ازاي ده الكلام ده حصل. يعني الكونفكت ده كان بيتكلم مع بيب بطريقة كويسة وانا هقتلك والكلام ده، لكن بيب في الآخر ساعده. show how، بص التبرير. بيب felt sympathy، أول حاجة إن بيب felt sympathy، شعر بالعاطفة towards the convict، towards اتجاه هذا الكونفكت who seemed weak. الكونفكت ده باين عليه إن هو weak، ضعيف، exhausted، مرهق للغاية، hungry، جوعان، in rags يعني ملابسه مهلهلة، and chained ومسلسل by leg irons بالأصفاد اللي هي حديد الأرجل. on the other hand، ومن جهة أخرى بيب had a sense of fear، عنده حالة أو شعور من الخوف to be killed، إنه يقتل by the convict، قالوا ممكن يقتلني عشان كده ساعده. number 10. بيب was a coward، بيب دوت كان a coward، جبان. are you for or against this idea؟ هل أنت مؤيد ولا معارض للفكرة ديت؟ هل هو كان جبان فعلا في الشابتر نمبر 1 دوت؟ طب وليه؟ أول حاجة نعرفها as a very young boy، as كولد عنده 7 سنوات وولد شاب صغير. he was so scared، كان خائف جدا of the convict. الكونفكت ده ماله؟ who threatened to kill him، اللي هو هدده انه يقتله. so هو was really a coward، ده السبب اللي يكون جبان، علشان هو طبعا قال له انا هقتلك لو انت ما جبتش الحاجات ديت كلها. فبرضه بيب يعتبر ان هو كاورد في النقطه ديت. بالنسبه للهوم ورك انا هحطه في الديسكريبشن، وبعدين الاجابات بتاعته ان شاء الله مع الشابتر نمبر 2، وبالتوفيق ان شاء الله. ولو عجبك عزيزي الطالب الشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. ثانك يو، بالتوفيق ان شاء الله.